راح ارجع هيك شوفوا. تشالنجر رقم اربيل جاي على الانيا. شوفوا جمال المنطقه، هيك شكل بيوت بهاي المنطقه. مستحيل، ما اعتقد يوتيوبر واحد صاعد على هذا المنظر، مستحيل. هنا المغربيات يصير اجواء الا فد. شوفوا التوت ايش كبره قد اصبعي. لا تنسى الاعجاب. اليوم رحلتنا راح تكون عن تل فريق وقلعه الانيا. شوفوا المنظر، هاي كلها قلعه. هنا الساحل كليوباترا. اليوم راح نصعد القلعه وراح اخذكم على مركز المدينه وراح اخذكم على الساحل اللي موجوده بمركز المدينه. ايش اليوم الاجواء. هيك شكل البيوت بهاي المنطقة. شوف شلون حلو. يستخدمون مواتورات، بيت قديم كلش، لأن ينطون الإيجار وهم هم يستخدمون، لأن طريق جبلي. شلون بدنا نصعد. خوش الرياضة صارت. دا أصعد بالنعال هذا الطريق كله، بس أنا متأكد أكو منظر فد شي. شوف هذا ايش قد حلو هذا البيت. النعال مالتهم تنزل على بيتهم قبل، يجي الحديقة مالتهم. هيك مكان يخوف، يصير بيه كلاب. شنو هاي؟ ليموناية برتقالية ما ادري. وبعد نبدا نصعد. طبعا استأذنت من صاحب هذا البيت، دخلت حتى اشوفكم المنظر. شوفوا المنظر. صار لي تقريبا ربع ساعة أصعد وبعدين لقيت ماكو طريق، قلت استأذن من أبو البيت وراح أشوف لكم المنظر. شوفوا المنظر، فد شي عالمي. لهذا انطوه العلم الأزرق. شوف شلون أزرق والذهبي، ساحل رملي الذهبي. شوف المنظر. وهذا هو تل فريق. اللي يريد يصعد تل فريق عن طريق تل فريق، اللي يصعد على القلعة يدفع 1000 ليرة VIP، يعني تقريبا جدي يصير 28 دولار. اما الشخص العادي ب 200 ليره. بس اني صاعد قبل القلعه فراح يتاخر الوقت، قلت ما راح اصعد. شوف شلون عرقان. تأذنت من هذا البيت. شوفوا شكل البيت شلون طابقين على الجبل، عندهم شجره برتقال ما ادري ليمون. شوف شلون بعدها مستويه. بس شفت حيه حتى يمهم هناك لي ورا. شوف كل شيء. دخلت ايش قد حلوه الافرع. وهذا الجراج مالتهم. وبعد ننزل بعد ما صورت من هذا البيت. ما اعتقد، مستحيل، ما اعتقد يوتيوبر واحد صاعد على هذا المنظر، مستحيل. اتحداكم تطلعون فيديو على يوتيوب كلها انه واحد مصور من نفس هذا المكان اللي انا صورت لكم اياه. هيك يصعدون على السطوح. تعبت لأن هيك صار لنا تقريبا ربع ساعة نصعد، هم عندهم ماطورات وسيارات. وهاي قبل ما ننزل حتى اشوف لكم منظر، وبعد تقدر تصعد لي فوق، بس حتى اشوف لكم منظر مال مدينة الانيا. شوفوا المنظر، اويلي فد شي. شوفوا وين صاعدين البيوت، شوفوا وين اخر شي بالنقطة بالجبل. يصعدون يفتحون الانيا. لان نزلت من فرع الصدفه، يعني طلع قدامي هيك بيوت وهيك فرع. شوفوا جمال المنطقه والهدوء هنا، راحه البال. التوت الاحمر. المشكله انا بيا شغله وين ما اشوف شيء ابوك، بس شوفوا التوت ايش كبره بقيت اصبعي، والله يجوز ما راح يصدقون. هناك هم وحده، خل اخذها. انا وين ما اروح عندي هاي السوالف، ادخل على الحديقه مال الناس اخذ لي كم شغله. شوف التوت ايش كبره قد اصبعي، توت كبيره النمل بيها. وخلي اكل التوت. فد شي توت. فد شي. واحلى شي من تاخذها وما يصير عندهم علم. يعني المساحة كلش قليلة، فدا يفتحون الأواني اللي فوق. شوفوا هناك جامع، ما ادري تبين عندكم لو لا.
ما راح اطلع لكم الرقم، بس تشالنجر رقم اربيل جاي على الانيا. شوفوا شكله شلون يخبل، محلل الانيا كلها. هم سياراتهم ما حلوه، ما ادري ليش مال الاتراك ماكو سياره حلوه بتركيا كلها. اخذ دوندرما ومي تقريبا 20 ليره، يعني 700 دينار عراقي، 750، نص دولار، نص الانيا. اسعار والله مو غاليه. شويه خلي اشوف لكم الاسعار. داخل بيم ارخص ماركت بتركيا. التلفزيون مسوين تخفيض عليها تقريبا بيش ب 5000 ليره، يعني تقريبا 130 دولار. هاي الكبيره شوفوا كلش كبير، 161 سي ام 65 37 ألف، يعني تقريبا بحدود 800 دولار. هنا عندك الخبز ب 12 ليرة، يعني 4 خبزات بدولار واحد، يعني 4 بألف، 4 هيك خبز بألف. بأنقرة ب 15. هنا عندك الطماطم ايش الكيلو؟ الطماطم كيلو ب 44 ليرة، يعني 1000 وربع عراقي، 1000 ونص. البطاطا ب 500، 3 كيلوات بدولار واحد. عندك هنا البطيخ ب 750، نص دولار. عندك هنا الخيار ايش ب 40، 1000 ونص. هنا عندك الرقي بيش، الرقي ب 12، يعني 4 كيلوات تقريبا بدولار، 4 كيلوات 1000 ونص. اسعار احد المطاعم بنص المناطق الانيا كلها باليورو. شاورما 3 يورو، 3 يورو، 3 يورو، 6 يورو، همبرجر 6 يورو، هيك تقدرون تشوفون الاسعار. بعد شنو هناك عندك كفتة 6 يورو، 9 يورو، كلها باليورو. بنص المنطقة رايحين على مركز المدينة. أعطيكم الأسعار بألانيا. شوفوا هنا 99,000 يورو، 125,000 يورو، 105 يورو، كلها باليورو. الفيلل على البحر، حتى بأشر الموقع وكل شيء، تقدر توقف الفيديو وتشوف، كلها باليورو يعني. شوفوا هاي الفيلا اللي وراي، فيلا صاحب الفيلا محولها على مطعم، بس المطعم تقدرون تحفظوه نابولي، فيلا نابولي. هنا المغربيات يصير اجواء الا فد شي. انصحكم تحفظون المكان من تجون على الانيا، تجون على هذا المكان ما راح تتندمون. شويه الاسعار غالي بس تسوى، خاصة المغرب. هسه حاليا ماكو حد لان الشمس ما يطلعون حاليا، هيك الساعة 6 7 المغرب ازدحام فول هنا. وهذا هو الاسعار مالتهم، تقدر توقف الفيديو وتشوف شنو. حتى اقول لكم مثلا شيء معروف، بيتزا 500 ليره، يعني 13 دولار البيتزا، لي 700 ليره، يعني تقريبا 17 18 دولار. عندك البطاطس ب 10 دولار. تقدر توقف الفيديو وتشوف الاسعار. بعد شنو عندهم؟ المهم وقف الفيديو وشوف الاسعار. لا تشوفوا شكل هذا البيت، فد شي يخبل الا فد شي فعلا. وزارع هيك اشجار مغطي على البيت كله، بس مع الاسف متروك. شوفوا شلون، اكيد صاحبه بغير دوله، زنقين وعايف البيت ورايح. يجي بالسنه وسنتين مره ينظفوه يدخل بيه، بس شوفوا شكل البيت. المهم وساخه فول. حتى الشكل الجامعي يختلف هنا. أنا شوفوا شكل الجامع جد حلو من الخارج، فد شي. وللعلم اذا تدخلون جوا المنظر مال الجامع على البحر، يعني هسه قدامنا هناك البحر، قبل على البحر. حجيات قاعدات تجي على المنظر مال مدينة الانيا، قاعدات المكان يخبوا. اجى الحج هم. هنا السفن اللي دا يروحون على الجزر اللي ياخذون رحلات. شوفوا هنا كلها هنا تبدي الاسعار حاليا بيش. الاسعار حاليا تبدي من 500 ليره ل 700 800 ليره، ويختلف وانت تتعامل وياهم، يعني من تقريبا 12 دولار لل 17 18 دولار. ويلي شوف المنظر شلون صارت، فد شي. احنا رايحين على طرف الساحل الثاني، هذا الصغير، الساحل الصغير موجود على نهاية الانيا، جو قلعة بالضبط، مو قلعة عن طرف انطاليا، لا عن طرف الثاني. شوف سيارة حلوة، الرقم اجنبي. شوفوا هاي مثلا شلون سيارة، الا فد شي خيالية. سيارتين واحدة احلى من الثانية،
هاي مرسيدس ما ادري ايش قد، بس من السيارات اللي انا اعشقهم. شوفوا الثانية، شوفوا الشكل هاي، بس شوفوا الشكل، وكلها رقم اجنبي. خيالية تخوف. يعني اليوم سيارات شفت بألانيا رقم عراقي ورقم ألماني وروسي، بس هاي بيرفكت. شكل السيارة تخوف. دا تشوفون هاي البوابة راح تطلع على أجمل ساحل بألانيا، يعني بسنتر. خلي أشوف لكم دقيقة. شوفوا راح أدخل من هاي البوابة، تنفتح الساعة 6:30، تنسد ساعة 6:30 المغرب. شوفوا المنظر. أولي ناس ساحل. بعد خلي أطلع. هذا أصغر وأجمل ساحل بمدينة ألانيا. الماء كلش نظيف، وما دام جاي الفرصة فرصة راح نسبح. إذا يوم من الأيام جيت على ألانيا لازم تجي على قزل كله، يعني برج القزل. خلي أشوف لكم المنظر، أبقى وياي. راح أرجع هيك شوفوا. بيرفكت، عالمية المنظر. تشوفون الأجواء مو؟ جو البرج القزل اللي صاير جو القلعة. هناك القلعة، هذا كلها قلعة قبل. تنزل منها القلعة، راس القلعة بالضبط هناك. تنزل منها تجي على قزل كله. هنا الناس يسبحون. شوفوا الأجواء خرافية. طبعا هذا هو البرج، قزل البرج. الناس يصعدون يجون من القلعة من فوق. هناك القلعة فوق بالضبط. الناس يجي يصعدون، الأجانب كلهم يصعدون. بس من هنا تروح. شوفوا من هذا الطريق، اتخيل قبل آلاف السنين اكو ناس دخلوا من هنا. شوفوا المنظر. بعد ما يصعد لي فوق لان تعبت اليوم، بس خلي اروح. خلي اشوف لكم منظر من هذا الشباك. شوفوا المنظر. الناس تجي تفتر. شوفوا احلى شباك يمكن تشوفوها بالعالم. شوفوا المنظر، شي عالمي. هنا سبحت قبل شوي. شوفوا شلون من شيتت، بس كانت اكو صخور، فديروا بالكم. اني مشق رجلي يمكن ما طلع دم. شوفوا طلع دم والله، فديروا بالكم. طبعا هذول البيوت كلها تقريبا داخل القلعه. هسه اقول لكم ليش. اكو سور هنا يروح هيك سور معزل كلها، يعني هذول البيوت كلها داخل القلعه. هناك القلعه، بس القلعه يستمر هيك لي فوق. شوفوا المنظر. تشوفون اشجار بألانيا بحياتكم كلها ما شايفيها. شوفوا مثلا هاي شلونها، اول مره اشوف هيك شجره. شوف شلونها. شفت سيارات بألانيا كلش فخمه وكلها رقم اجنبي. هذا ما ادري اوكرانيا، ما ادري وين. المهم شوف السياره شلونها، فدشي هيك بنص الشارع من تمشي. مسوين حنفيه لغسل الرجلين. شوف بس للرجلين، هيك تغسل رجلك وتمشي بس للرجلين. شي كلش حلو. تعرفون ايش قد حلو انه تسبح بين اشجار الموز. اوف هالشي. شوفوا كل اطرافي اشجار الموز واسبح. المهم يا شباب، اليوم كانت رحلتنا على مركز مدينة ألانيا. ان شاء الله تعجبكم. نلتقي فيديو اجمل. دا احس نفسي هادشي.
شوف المنظر، لا تنسى الاعجاب.